السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم ان شاء الله حنعمل مع بعض ايس كريم الفراولة. حعمله معاكم طريقة كتير سهلة وبسيطة، نستغل موسم الفراولة ونعمل وصفات منوعة. لما تكون الفراولة فريش في الايس كريم تحفة، طعم لا يقاوم. فلهيك خلينا نعملها بكل سهولة مع بعض ونبدأ بسم الله. اول اشي الفراولة غسلاها ورافعه الراس الاخضر وخليتها في الثلاجه تبرد، ويا ريت لو تكون كمان مفرزنه بكون افضل. بدي سكر، سحلب بودره بيعطي مطه للايس كريم، بدي كريمه بودره، وحليب بارد جدا يكون لخفق الكريمه، ولون طعام احمر. طبعا بدل السكر ممكن تضيفي عسل. الان بضيف نص كميه الفراوله، بدي اطحنها على دفعتين، بضيف السكر، وعلى راس السكين لون طعام يكون احمر. اذا كانت الفراولة كتير لونها احمر ما بتحتاجيش اي لون. الان بطحنها، والان الدفعة الثانية ضفت السكر وبطحن. هيك الفراولة جهزت. الان بدي اخفق الكريمة، بضيف الكريمة والسحلب والحليب البارد وبخفقهم. بدي اضيف كوب لبن زبادي، هذا بيغني الوصفة، ممكن تضيفي بداله علبة قشطة. خفقتهم. الآن بدي أضيف الفراولة وبدي أخفق، بدي أضل أخفق من 10 دقايق لربع ساعة، ومهمة هذه الخطوة جدا. بدي أخفق 10 دقايق لربع ساعة. الآن بضيفها بعلبة وبخليها بالفريزر 5 ساعات 6 ساعات قبل التقديم، وهيك بتكوني عملتي أسهل وأطيب آيس كريم فراولة. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم، وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.